صباح الخير يا جماعة. إيه يا شعب يا الحبيب الصبور المهاود المطرمخ. طبعا كالعادة الشعب يا الحبيب نايم في العسل بالنهار وبينام وبيسهر بالليل، وياما اتكلمنا عن الأوضاع دي ولا حياة لمن تنادي. لكن النهاردة أنا مش هتكلم على السهر، ممكن في فيديو تاني يعني، وأضرار السهر وفوائد الصحيان بدري والى اخره. ومهما هنتكلم مع زي ما قلنا لا حياة لمن تنادي، خصوصا للاجيال الجديدة. هنتكلم النهاردة عن مولد سيدي اكتوبر، زي ما انا كنت دايما بسميه مولد سيدي اكتوبر. الوضع ده، انا طبعا من مواليد 81، يعني اعتبر ما عاصرتش السادات، وتعتبر حياتي كلها هي عهد مبارك، ما عدا شوية السنين الأخيرة اللي هي في عهد السيسي وطنطاوي ومرسي والناس دي. امبارح من الحاجات اللي تدهشكم أو تدهش أي حد، قنوات الأقاليم كلها وقنوات مصر كلها الرسمية الحكومية، قنوات النيل المتخصصة والقنوات اللي هي الأولى والثانية والقاهرة اللي هي الثالثة والدلتا والقنال وطيبة والصعيد، اللي هم القنوات الثمانية دول أو التسع، واخد بالك، إضافة لقنوات النيل المتخصصة، كلهم كانوا تنضموا الإذاعة المحلية، وكلهم كانوا جايبين شرح ولا مش عارف مذيع ومذيعة عمالين يلتوا ويعجنوا في مولد سيدي أكتوبر. وآخر النهار السيسي عمل ندوة تثقيفية ولا حفلة ولا بتاع. المهم يعني حتى أيام مبارك ما كانش بيتعمل كده، يعني كانت بتبقى قناة ولا قناتين والباقي ممكن يتكلموا عن مولد سيدي اكتوبر، بس مش تنضموا الاذاعه ويبقى كل القنوات بتذيع حاجه واحده، في حاجه في منتهى القرف والملل، وبتفرضوا على الناس قرف. والناس خلاص، ما يعني موضوع من 50 سنه يعني. يا اخي ده لو واحد اتولد في الزمن ده هيكون دلوقتي عنده 50 سنه، يعني خلاص يعني قضى حياته واتجوز وخلف واشتغل وكل حاجة وبقى في خريف العمر او حاجة زي كده يعني. اي نعم انا ما بعترفش بالكلام ده، ووالدي لغاية 77 سنة وكان صحته كويسة، انما يعني 50 سنة يعني انتهى الموضوع خلاص، والدنيا انتهت، وكفاية بقى لمصلحة مين اللي انتوا عمالين تعملوه ده. يعني لمصلحتهم طبعا، هم لمصلحتهم هم، لمصلحة القروش اللي عمالة تنهب في البلد، سواء جيش أو سواء رجال أعمال. هي دي المصلحة اللي موجودة. السادات مات ومبارك مات، ومعظم اللي هم القادة أو كل القادة بتوع حرب أكتوبر ماتوا أصلا خلاص، والموضوع انتهى. ويعني ده شبعة بعد جوع يا ابني، ده ولا كأنكم إيه يعني. تضخيم الانتصارات وتضخيم الهزائم، ده فعل ناس متخلفة، ده فعل يعني دول منحطة. اسلوب اللي هو تكشط اللي قبلك وتشوه اللي قبلك، الا اذا كان اللي قبلك ده عنده ميراث. يعني السيسي ده ما اشتركش اصلا في حرب اكتوبر، يعني يعني مش عارف ايه الهدف يعني. شوف بقى، شوف انجازاتك انت لو عندك انجازات، ما تقرفناش يا عم. ما تاخدش، لو فرضنا ان دي انجازات ما تاخدش انجازات غيرك. وقلنا كتير واتكلمنا كتير، قرفتوا الناس وضللتوا الناس سنين. رأفت الهيجان والحفار والبدنجان والحلبسة
وحاجة تزهق، حتى ذائقة الناس شوهتوها. فيلم ولاد العم وولاد الخال والبتاع، ايه القرف ده؟ وايه تمجيد الحرب دي وتمجيد القتل؟ ايه القرف ده؟ فوقوا يا عم، فوق يا حبيبي. انا ماليش دعوه بقى بالعالم ماشي ازاي ولا امريكا بتحتفل بايه. حتى ايه رايك بقى، امريكا نفسها ما بتحتفلش الا بيوم الانتصار على اليابان بس. في جي ما بتقولش الانتصار في اوروبا. يوم الانتصار في اوروبا ده عطله رسميه في بريطانيا وحاجات زي كده، اللي هو في. انما هو موضوع اليابان ده هو اللي امريكا بتعمله عطله رسميه، حتى مش عارف رسميه ولا لا، هو ده اللي بتحتفل بيه. ما بتحتفلش بانتصارها على المانيا خالص. تصدق بقى؟ تصور. لانه ما يخصهاش. هو في الاول وفي الاخر هي رايحه عشان مصالح وحاجات زي كده. انما اليابان هي اللي جنبها جغرافيا، هي اللي جنبها وكانت عامله لها مشاكل وضربت بيرل هاربر وبتاع. وهي دخلت الحرب عشان خاطر اليابان اصلا، مش عشان خاطر المانيا. هي دي الفكره اللي كان بينه وبين المانيا طار، ولسه بيحتفل لغايه دلوقتي بعيد الانتصار في اوروبا هو روسيا وشويه الدول اللي في اوروبا بس. لغايه دلوقتي روسيا، مع ان الموضوع ده يخص ستالين والاتحاد السوفيتي، الا ان بوتين وروسيا هتفضل تحتفل بيه كده على طول. هتفضل تحتفل بيه على طول، لان دي خد جزء من اراضيها واجتاح جزء من اراضيها ومات ملايين من الروس فيها، وبعدين صدوا الهجوم بتاع هتلر بس. فبيحتفلوا عشان كده. بالنسبة لأمريكا بتحتفل على موضوع انتصارها على اليابان بس، ما بتحتفلش بموضوع أوروبا خالص. ملهاش دعوة بيه خالص، ملهاش دعوة بيه خالص. نرجع لموضوعنا، مولد 6 أكتوبر. يعني قناة النيل الثقافية، يعني احنا كنا في إعدادي وثانوي، أو في إعدادي كنا بنعمل موضوع انشا عن مولد 6 اكتوبر ده، وتقعدوا شهر بحاله تقرفوا فينا. شهر اكتوبر ايه يا عم ده؟ ايه يا عم؟ ما نشوف حياتنا احنا دلوقتي، احنا نشوف حياتنا. بتعيشني ليه في الماضي بشكل متعمد؟ بشكل متعمد عمال تكلمنا عن حاجة من 50 سنة. يا راجل ده الدول بتتغير بين السنة والتانية. في دول بتتغير، في دول بتتغير واحداث بتتغير والعالم بيتغير. لا، ومع عصر السرعه ومع عصر التكنولوجيا دلوقتي الحاجه بتتغير اسرع مننا احنا نفسنا، اسرع مما كانت. فانت بتتكلم من 50 سنه كان في الاتحاد السوفيتي، كان في معرفش. بقول لك الدنيا كلها اتغيرت، كلها اتغيرت. السادات مات وجولدا مائير ماتت وشارون مات وكل يعني، ورابين مات، وكله اللي موجود حتى دلوقتي سواء في مصر او اسرائيل ما عاصرش الفتره دي، واللي عاصرها ما شاركش في الحرب دي خالص. وزي ما انا قلت من الاول والاخر، انت بتحتفل بتمجيد القتل، سواء قتلك او قتل عدوك، سواء قتل الناس المصريين او قتل الناس الاخرين. انا عايز افهم، طب ما بتحتفلش ليه بكامب ديفيد؟ ودي الانجاز بقى النهائي اللي حصل بعد حرب اكتوبر. ما بتحتفلش بيها ليه؟ ما بتحتفلش بذكرى عقد معاهدة السلام بتاعت كامب ديفيد ليه؟ ما بتحتفلش بزيارة السادات لإسرائيل ليه؟ مش دي أحداث حصلت؟ أنا نفسي أفهم بس. وبعدين السادات يعني عامل إنجازات رهيبة وراجل يا سلام، ما حاولش يعمل قانون الردة مثلا، والبابا شنودة اتصدى له وناس اتصدت له أياميها. أنا عايز أفهم يعني، ما طلعش الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية وأشرف على تكوين الجماعات الإسلامية في أسيوط؟ ما دخلش بأفغان عرب ووداهم خربوا أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي؟ يعني أبسط حاجة ده
ده رد الجميل عشان الاسلحه السوفيتيه اللي انت حاربت بيها في 73 مثلا. انت بتكلمني في ايه؟ بتكلمني في ايه؟ بتقتطع حته كده لمصلحه مين؟ طبعا لمصلحه تمجيد الجيش ومصلحه الفساد اللي موجود بتاع الجيش برضه، والمصلحه الالغال اللي احنا فيه. اكتوبر ايه وانجازات ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ مدينه اكتوبر دي اللي في الجيزه وغيرها، بس دي اللي موجوده في الجيزه دي، هل دي انجاز؟ هل الرشاوى اللي فيها انجاز؟ هل ان يبقى فيها احياء متميزه واحياء ضايعه خالص ومهمله ده انجاز؟ الانفلات الامني اللي فيها وانتشار البلطجه فيها، واحد زي ياسر الغرباوي اللي في الحي ال 12 مجاوره 6 عماره 14 و13 و17 و15، وجود واحد زي ده وعارف امناء شرطه وعارف هاكرز وبيتجسس على الناس ويطفش الناس من بيوتهم والجيران من بيوتهم، واحد بلطجي زي ده وغيره وغيره كتير. دور في صفحة جهاز 6 اكتوبر وغيرها في التعليقات بتاعت الناس بيشتكوا مر الشكوى، فلان الفلاني في السادس ولا في ال 12 ولا في ال 11 عامل مضبع في الحتة الفلانية ومحدش بيعمل له حاجة. هي دي انجازات؟ هي دي الانجازات؟ مدينة اكتوبر بمناسبة مولد سيد اكتوبر اللي متسمية على مولد سيد اكتوبر، هي دي انجازات حرب اكتوبر؟ انجازات حرب اكتوبر ان عشان اوكرانيا وروسيا تغلل الحاجه الطاقه 4 طاقات، تخلي حجر الساعه اليد اللي كان ب 20 جنيه بقى ب 100 جنيه دلوقتي، تخلي لي الساعه اللي ب 300 جنيه بقت ب 1000 جنيه، تخلي لي الجزمه اللي كانت ب 300 جنيه بقت 1500 جنيه مثلا. هل هي دي الانجازات؟ عطر اكس اللي كان ب 10 جنيه تخليه 50 وبعدين تخليه 80 ولا 90. هي دي انجازات حرب اكتوبر؟ الشباب الجامعي اللي مش لاقي شغل يشتغلوا بمؤهله، والناس عماله تفتح تكاتك وتفتح عربيات كشري ولا عربيات مش عارف سجق ولا عربيات ايه، ولا بيعملوا بيجيبوا توك توك ويشتغلوا عليه ولا الى اخره. هي دي انجازات حرب اكتوبر بتاعتك؟ انا عايز افهم. ال50 سنه بتوعك، ذكرى ال50، انتصار ايه وزفت ايه؟ بغض النظر عن اللي حصل فيه وثغرة الدفرسوار وسيب وانا سيب والكيلو 101 واتفاق الكيلو 101 وفض الاشتباك واتفاقية سينا ها، وما خدتش ارضك الا بعد ما عملت كامب ديفيد على 3 مراحل، انسحاب على 3 مراحل. وكل الناس العاقلة والمثقفة عارفة الكلام ده، كل الناس الا الناس اللي بتتفرج على التلفزيون المصري سواء فضائي او ارضي. الدنيا اتفتحت خلاص دلوقتي، محدش مصدقكم، محدش بيبلع الخرا ده. انا شخصيا لما بشوف القرف ده بقلب القناه وبشوف غيرها، بتفرج على فيلم ولا اي حاجه للتسالي، لانه موضوع ما يهمنيش، موضوع ما يهمنيش، انتهى خلاص. وانتهى ساعة ما انت عملت كامب ديفيد، كان المفروض انتهى وما تقعدش تمجد في الحرب والجاسوسية والخرا. انما هي العقلية المصرية بتاعتنا وعقلية الجيش وعقلية الشعب اللي هي انا ضربته على قفاه، انا علمت عليه، انا معرفش عملت معاه ايه. مبروك عليك، جود فور يو. دلوقتي احنا بقى في اللي احنا فيه. كلمنا عن بكرة ابعد عن امبارح، على رأي نجاة الصغيرة، كلمنا عن بكرة ابعد عن امبارح. شيء غريب، شيء غريب. حرب اكتوبر ايه والاحياء الداخليه اللي في القاهره واسكندريه وغيرها، الشوارع السفلته بايظه، بتبوظ الجزم وبتبوظ للمشاة وبتبوظ العجل بتاع العربيات. يا بهيم، يا بهايم، يا بهايم. حرب اكتوبر ايه وانت كل يوم عمال تقطع الكهرباء
ومش عارفين تسددوا لوزارة البترول مديونية من وزارة الكهرباء لوزارة البترول، مش عارفين تسددوها. خيبة ايه دي اللي انتوا فيها؟ تقول لي مولد سيد اكتوبر؟ اكتوبر ايه؟ اكتوبر ايه؟ شوف الخيبة اللي احنا فيها، شوف الخيبة اللي احنا فيها. انا هقرا لكم حتة كده من مقال يعني الى حد ما يعني يدي المعاني كمان ايه، يعني ازيدك من الشعر بيتا زي ما بيقول. بيقول ايه بقى: اتخيل في اول شهر اكتوبر من كل عام ان رئيس التحرير في اغلب صحف ومجلات مصر، ودخل فيه بقى قنوات مصر وفضائيات مصر، يفتح باب صالة التحرير نصف فتحة ويطل برأسه منها هاتفا على محرريه قائلا: حرب اكتوبر يا ولاد. وعندها يدب النشاط في كل اركان الصالة، ويردد المحررون مقلدين فؤاد المهندس في فيلم صاحب الجلالة قائلين: طويل العمر يطول عمره ويزهزه عصره وينصره على مين يعديه هاي هي. ثم بعدها ينطلقون مفتشين في دفاترهم القديمة، وتظهر القصص والحواديت مع مقتطفات من كلام الإسرائيليين وهم بنا يشيدون، وذلك في تكرار سبوبي تعبيري ممل حول المناسبة إلى نحتاية إعلامية تعلو فيها أصوات الاستسهال والاستهبال والتكرار الأكثر مللا. من يوم الثلاث الساعة 3 الظهر وانت مزنوق على المحور، وبالتالي يخفت صوت البطولة الحقيقية، وتقل كلمات التحليل المنطقي الذي ينظر للمستقبل ويستخلص من تجربة الماضي الدروس، وذلك في ظل هتاف مارنجوس الأول، أو كما أحب أن أسميه مولد سيد أكتوبر. لقد مللت من استضافة نفس الشخصيات لكي يقصوا نفس القصص على خلفية نفس الأغاني الوطنية، مع اختلاف تسريحة الشعر للمذيع أو لون بدلة المذيع. أليس من الأفضل وتوفيرا للنفقات أن نستعين بشرائط الأعوام السابقة للبرامج الأكتوبرية ونعيد بثها بنفس كلماتها وكلامها وأغانيها وصورها، مدام المحتوى واحد ومدام الرسالة المرجوة تنمحي مع دقات منتصف الليل منتهية عن انتهاء شهر أكتوبر. أنا طبعا أحترم المهم يعني مش كفاية بقى هذا الأسلوب في الاحتفال اللي بالله بيودي ولا بيجيب. ألم يحن الوقت لأن نستضيف خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع ليشرحوا لنا ماذا حدث للمصريين بالضبط، وكيف اختلفت السمات زمان عن الآن، و بيقول لك يعني الموضوع صار مجرد نوة موسمية يطلقها علينا إعلامنا أو إعلامنا بصورة رتيبة ومملة. بيقول لك حرب أكتوبر قد تحولت إلى تاريخ نكتفي بالتصوير بجانبه مثلما نفعل مع الأهرامات ومع مسلات الفراعنة، فقد أصبح هو الآخر أثرا نفتخر بوجوده في مخازننا، وإذا سئلنا عن أصولنا نفشنا ريشنا وقلنا إحنا أحفاد الفراعنة واللي في أكتوبر انتصرنا. بس هو ده الايه الموضوع او المقال، يعني الجزء اللي يهمنا من المقال، ماشي، اللي يهمنا من المقال. فنرجع ونقول انت وضعك ايه دلوقتي، او وضع الشعب ايه دلوقتي؟ انا مالي باللي كان بيحصل من 50 سنة؟ انا مالي بيه اصلا؟ انا مالي بيه؟ ليه نعيش في الماضي؟ ليه؟ الماضي راح وانتهى، بحلو ومره، راح وانتهى. هو نفس بالظبط تمجيد اكتوبر زي بالظبط
التباكي على النكسة بتاعت 67 هي السبب. أي حاجة بتحصل نكسة 67 السبب. دلوقتي بقى الحجة حرب أوكرانيا السبب، كورونا السبب، أي حجة. ما الحجج كتير. العالم مش هيخلى من الحروب، والعالم مش هيخلى من الأزمات. فأروح واخد أي أزمة عالمية أو أي أزمة في دول تانية واتحجج وأقول هي دي السبب. حجة البليد مسح التخت بس. البطالة حرب أوكرانيا السبب، الغلاء حرب أوكرانيا السبب، أي حاجة يبقى مش عارف كورونا السبب، وهكذا. لا ده النكسة 67 هي السبب، لا ده مبارك هو السبب، لا ده مرسي هو السبب، لا ده السيسي، ده طنطاوي هو السبب، ده نكبة يناير بتاعت نكسة يناير بتاعت 2011 هي السبب، وهكذا. حجج، هي حجج. ونفضل في امور الصدق. مش عايزين نشوفه يا عم، مش عايزين يشوفوا. وبعدين اللي انت بتذيعه ده محدش بيشوفه، محدش عادي بيشوفه. خلاص، اللي بتذيعوه في التلفزيون مول السيد اكتوبر ده محدش بيشوفه. مش انا الوحيد يعني، كل الناس ما مش هتشوفه. زهقوا، زهقوا خلاص. بيتفرجوا على حاجة يتسلوا فيها. ما تقرفناش يا عم، ما تقرفناش. شغل تمجيد العسكرة وتمجيد الحرب وتمجيد الخرا ده لا يهم المواطن العادي في شيء، ولا يهم المدني في شيء، ولا يهم المتعلم في شيء، ولا يهم اللي له ميول تانية في أي شيء. يا الناس بتشوف ماتش كورة، يا الناس بتشوف فيلم، يا بيشوفوا مسلسل، يا بيسمعوا موسيقى، يا أي حاجة. لا مش هيشوفوك أنت، مش هيشوفوا الاحتفالات بتاعت أكتوبر وبتاع. خصوصا اللي شافها واتعدت واتزادت لما اتهرينا خلاص. اتهرينا، اتهرينا، والهجان والعيون واقحة ومش عارف حفظناهم. احنا حفظناهم. هات بقى ارحمنا بقى، ارحمنا. جيب حاجة نستفيد بيها، جيب حاجة نستفيد بيها. انا اتكلمت عن موضوع زفت اكتوبر ده، وبعدين اضطريت اتكلمت عليه تاني. ولا حياة لمن تنادي. هو مولد سيد اكتوبر لازم يطفحونا الدم في الشهر ده لغاية ما تيجي مناسبة تانية يقرفونا فيه. اوضاع غريبة، اوضاع غريبة. لا تعليم ولا ثقافة ولا حاجة، ولا حريات. لا حريات دينية ولا حريات جنسية ولا حريات إبداعية ولا حريات فكرية ولا تقدم ولا أي حاجة. ويقول له أكتوبر و50 سنة. يا عم روح البس ال50 سنة في طيزك، حطهم في طيزك، ما تقرفناش. هم في أكتوبر بتاعك. المدينة نفسها اللي متسمية على الاسم بتاعت الجيزة كلها فساد، وكلها لخبطة، وكلها إجرام، وكلها قرف، وكلها طبقية. لا حد عارف دلوقتي يشتغل، ولا حد عارف ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. انتصار إيه؟ ده أنت حتى لو انتصرت صحيح زي ما بتدعي من 50 سنة، أنت دلوقتي في قمة الهزيمة، أنت في قمة النكسة دلوقتي، أنت في قاع القاع دلوقتي. بس مجدي خليل في القناة بتاعته مع مجدي خليل اتكلم من 6 أشهر حتى، اللي هي بداية الارتفاع الأسعار الرهيب اللي حاصل ده. اللي بيتكلم عن الأزمة في مصر وبتاع، واللي عايز يشوف قناة مع مجدي خليل هي موجودة في اليوتيوب، وموجودة في الفيديوهات وكل حاجة، وتحليله الحرب أكتوبر وبتاع. هو له بعض المبالغات يعني في تمجيد الأقباط شوية، في تمجيد أمريكا شوية. ما هو مش ممكن كل واحد هتاخد كل كلامه 100 بس كلامه بشكل عام كويس، كلامه صح بشكل عام، كلامه صح بشكل عام. موقفه تجاه الإسلاميين والقرف ده والإرهابيين دول موقفه كويس جدا. فبشكل عام هو كلامه كويس، وتحليله كويس، وتحليله صح للوضع اللي احنا فيه. تحليله صح للوضع اللي احنا فيه. الاستدانة الرهيبة من دول الخليج ومن العالم عموما.
عموما، اثقال مصر بالديون زي الخديوي اسماعيل، آه، البطالة الرهيبة، ارتفاع الأسعار الرهيب، الأزمات الرهيبة، الفساد الرهيب، حاجة رهيبة يعني، حاجة رهيبة. فيعني كفاية، حرام عليك، كفاية، كفاية، كفاية. انت بتستفز الناس بمولد 6 اكتوبر، انت بتستفزوا الناس، انتوا بتستفزوا الناس اللي لسه بيصدقوا او لسه بيجروا ورا الكلام ده، و50 سنة و50 بتاع. يبقى اهبل، يبقى اهبل وعبيط، او مغرض، او مهجور، او اي شيء، او اي شيء. انما الناس التانية مش هتبص للقرف ده، ولا الشباب، ولا حتى الكبار. الشباب ما يهموش القرف اللي انت جايبه ده، والكبار قرفوا من القرف ده وشبعوا منه خلاص. واقول لكم سلام.